Making a tasty and healthy falafel sandwich is quick. First, some fried falafel, salad, and tahini sauce. Put the bread on a clean plate. Then, open it carefully and place 3 or 4 pieces of falafel inside. Many Egyptians love eating falafel for breakfast. Small shops sell it early in the morning in many parts of Egypt. Some families make breakfast at home every weekend. It gives us energy for school or work. It's a great way to start the day. My favorite breakfast is falafel with tea and cheese. My mom always says, a good breakfast helps you start the day right. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي يا سنة أولى إعدادي، عاملين إيه وأخباركم إيه؟ الفيديو اللي أنت شفته ده هو الفيديو بتاع lessons 1 and 2. يلا بينا يا صديقي. السؤال هنا، في حد قال لي الأول يا حنين هو أنت بتورينا الفيديو ليه؟ بوريك الفيديو علشان تفهم الدرس، تعرف الدرس ده عبارة عن إيه، وبعد ما أشرحهولك لو حابب إن أنت تتفرج تاني على الفيديو مفيش أي مشكلة خالص، اتفرج عليه براحتك. يلا بينا يا صديقي. احنا النهارده معادنا مع طبعا اليونت ده في منتهى السهولة. How to make a فلافل sandwich، يعني ازاي تعمل سندوتش فلافل. اظن الموضوع بالنسبة لك هيكون جميل جدا لان احنا بنعمل الكلام ده كل يوم. يلا بينا نشوف الكلمات بتاعتنا، والاحسن ان انت واحنا بنذاكر الكلمات يكون معاك كشكولك وقلمك وتحفظ معانا الكلمات بالمرة. تمام؟ تنساش اللايك يا صديقي. اول كلمة عندي كلمة sauce. sauce AUXO، عشان كده بنقولها sauce. sauce. chop. chop يعني يقطع لشرايح. chop. chop. طحيني sauce اللي هي الطحينة، مسميينها ايه بقى؟ طحيني sauce. طحيني sauce اللي هي الطحينة، طبعا انت عارف، اكيد عارفها. تمام. كلمة spoon لوحدها يعني معلقة، لكن spoonful يعني ملو معلقة. يعني ايه ملو معلقة؟ هقول لك حط لي معلقة شاي. هل انت لما تيجي اقول لك حط لي معلقة شاي فانت بتحط لي المعلقة نفسها جوه الشاي؟ لا، انت بتجيب الشاي توزن بيه معلقة كده وتروح حاطط الشاي فيه. حط لي معلقة سكر، حط لي معلقة كذا، هي دي معناها spoonful. تمام. كلمة fold يعني يتني. fold يتني كده ويسمي ويقول بسم الله. fold. ingredients يعني مكونات أو مقادير. ingredients. تمام. مخلل بقى يعني ايه؟ pickles يعني مخلل. طبعا لما تروح عند الراجل بتاع الكبده مش هتقول له انا عايز شويه بيكلز، هتقول له انا عايز شويه مخلل عادي، مفيش مشكله. spicy يعني متبل او حار. spicy. chores يعني الاعمال المنزليه. chores. تمام. tasty يعني لذيذ، طعمه حلو. tasty. عايزه اقول لك على حاجه يا صديقي، ان حرف الواي في اخر الكلمه كبيره بنقول عليه ايه؟ تمام. كبيره يعني اكتر من 3 حروف. tasty. loaf OA تبقى O. loaf يعني رغيف. fried يعني حاجه مقليه، مقلي. fried. تمام. بعد كده كلمة خس يعني lettuce. pour يعني يصب. pour. energy طاقة. energy. gym يعني صالة الألعاب اللي هي الجيم اللي بنروحها دي. gym. احنا أخدنا من شوية كلمة tasty يعني طعمه حلو، لكن هنا taste يعني يتذوق، دي الفعل، ده فعل. تمام. taste. crunchy يعني مقرمش. crunchy. تمام. شوف اللي بعد كده. كلمة بقى daily routine يعني روتيني اليومي، خدناها قبل كده في كذا حاجة. daily routine الروتين اليومي اللي انت بتعمله. daily routine. ready يعني مستعد او جاهز.
ready ready. تمام. organized يعني منظم. organized كلمة بيلمع حاجة بتلمع اسمها shine shine shine. تمام. نشوف يا جميل اللي بعد كده. بص يا صديقي، حاجة صحية يعني healthy 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 زي ما خدنا من شوية. تمام. معناها ايه برضو بالانجلش؟ well كده well well. طب عكسها بص بقى unhealthy ill sick. الحاجات دي احنا بنعدي عليها. يعني ايه بنعدي عليها؟ يعني كلمة ill انت عارفها، وكلمة sick انت عارفها اصلا، وكلمة unhealthy انت عارفها. انت بتربطهم بس في دماغك كده وانت ماشي. لو انت حابب ان انت تجيب الفول مارك الدرجة النهائية، علشان كده انا بقول لك تعمل ايه بالظبط. تمام. نشوف الكلمة اللي بعدها. كلمة tasty يعني طعمه حلو. tasty tasty. الله، طب ما احنا خدناها قبل كده، اللي هي كلمة yummy وكلمة delicious. delicious أو yummy الاتنين دول طعمهم حلو. أي حاجة طعمها حلو. طب عكسها بقى حاجة طعمها مش حلو، تبقى tasteless. tasteless. انت أصلا وانت دلوقتي معايا انت هتحفظ الكلمات وانت معايا. tasteless tasteless. تمام. نشوف اللي بعد كده. تمام. كلمة right يعني صحيح، بطريقة صحيحة. right right right. تمام. هي برضو معناها correctly 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 يعني برضو بطريقة صحيحة. well بطريقة صحيحة برضو correctly أو well. طب حاجة بقى بطريقة خاطئة تبقى wrong. حرف ال W هنا يا جميل مش بيتنطق. wrong. أو كلمة in، واخد بالك؟ correctly جبت كلمة correctly حطيت قبلها incorrectly. تمام. يلا نشوف اللي بعدها. كلمة tidy بقى انت عارفها، يعني neat يعني مرتب يعني منظم. tidy برضو معناها organized منظم. اغلب الكلمات انت واخدها اصلا قبل كده واخدها دلوقتي. organized. طب عكسها حاجة مش منظمة بقى، حاجة مفوضة كده فوضوية، تبقى ايه؟ messy. عرفت الجدول ده بيتحفظ ازاي؟ قال ايه؟ قال بيقولوا لنا احنا كمصريين ازاي نعمل سندوتش بطعمية. تعالى يا عم. Making a tasty and healthy falafel sandwich is quickly. First, you need a loaf of bread, some fried falafel, salad, and tahini sauce. تمام؟ لما تكون عايز تعمل بقى سندوتش كده بتاع فلافل هتعمل ايه؟ أول حاجة هتجيب رغيف عيش، وهتجيب شوية فلافل كده حلوين كده طعم يعني مقرمشين، شوية سلطة وشوية طحينة. Put the bread on a clean plate. حط العيش في طبق نظيف. Then open it carefully and place 3 or 4 pieces of falafel inside. تمام. بتفتحه وبتحط فيه 3 وحدات أو 4 وحدات من الفلافل في قلب رغيف العيش. والله براحتك بس تحط واحدة انت حر. تمام. Add some chopped tomatoes, cucumbers and lettuce. تجيب بقى ايه؟ شوية طماطم مقطعة على شوية خيار مقطع على حتتين خس كده عشان نروق على نفسينا. ما سندوتش بقى يعني هنروق على حياتنا. تمام كده. انت وصلت معانا لغاية الخس. طب ألف مبروك. نشوف اللي بعدها. next. pour تصب يعني أو تدلق كده a little tahini sauce and a spoonful of pickles. تمام. هتحط شوية طحينة على الوش كده وحبة مخلل كده. هتجيب شوية مخلل، معلقة مخلل كده وتحطه. finally fold the bread يعني اتني سندوتش لفه and enjoy your sandwich. واستمتع بالسندوتش بتاعك. طبعا احنا كمصريين عارفين الموضوع ده يا شباب، يعني احنا مش بنعمله كده وبس، احنا بنعمله بطرق تانية مختلفة. تمام. نشوف بقى الجزء اللي بعد كده. many Egyptians المصريين اغلبهم يعني اللي هو احنا يعني بنعمل ايه؟ love eating falafel for breakfast. بيحبوا ياكلوا الفلافل على الفطار.
Small shops sell it early in the morning in many parts of Egypt. يعني في شوية محلات صغيرة كده بتبيعها الصبح في أنحاء جمهورية مصر العربية. Some families make it at home every weekend. في شوية عائلات من ضمنهم أنا بيحبوا إن هم يعملوها في الويكند. It gives energy for school or work. بتدي طاقة سواء كنت رايح المدرسة أو الشغل. My favorite breakfast is falafel with tea and cheese. أنا بحبها جدا مع كوباية شاي كده وحتة جبنة. My mom always says, ماما دايما بتقول, a good breakfast helps you start the day right. يعني البريكفاست نفسه الكويس الصحي هو اللي بيخليك تبدأ اليوم بتاعك صح. تمام؟ لكن كلمة سبون نفسها يا صديقي معناها المعلقة نفسها زي ما قلت لك. Use a spoon to stir the soup. يعني استخدم المعلقة عشان تقلب الشرب. تمام؟ نشوف اللي بعد كده. نفس الموضوع بالظبط. كلمة دش يعني طبق، وكلمة plate برضو يعني طبق. تمام؟ ايه الفرق بينهم؟ كلمة plate هو الطبق المسطح اللي احنا بنحط الأكل فيه. تمام؟ والله بقى مسطح غويط على حسب يعني، بس هو الطبق اللي بتحط فيه الأكل اللي هي plates، أطباق. تمام؟ put the food on the plates. حط الأكل، حط الطعام على الإيه؟ على الطبق. ماشي كده؟ يبقى ده معناها الطبق نفسه. الطبق نفسه بتحط فيه الأكل. خلاص؟ أمال الدش دي معناها إيه؟ بص يا سيدي، دش معناها وجبات. دش معناها أواني اللي هي مواعين. احنا بنستخدمها في المواعين، مش بنقول بنغسل البليتس سوري، احنا بنقول بنغسل ايه؟ دش اللي هي الأواني المواعين، يعني اللي هي كلمة دش. لكن كلمة plates معناها الأطباق اللي احنا بنحط فيها الأكل، الأطباق اللي بتحط فيها الأكل بس. تمام كده؟ نشوف اللي بعد كده. بس يا صديقي العزيز احنا عندنا كلمة of أو preposition of أو حرف جر of معناها بتاعته، حاجته. يعني هقول مثلا the car of علي، يعني سيارة علي. وهقول برضو the bag of سما، يعني شنطة سما. تمام؟ احنا قلنا عليها ايه ديت يا شباب؟ طب احنا عارفينها حين. هقول لك حاجة تانية. في عندي بقى حاجة اسمها apostrophe s، دي برضو معناها يملك أو صاحب الحاجة. بحطها لمين؟ بلزق apostrophe s لمين؟ لصاحب الشيء. مش احنا من شوية قايلين the bag of سما، يعني شنطة سما، هتبقى سما واروح حطلها apostrophe s، سمس bag، يعني شنطة سما. سما ورحت حطيت لها apostrophe s هنا علشان نقول ان ديت الشنطة بتاعت سما. مفهوم؟ يعني صاحب الشيء، صاحب الحاجة، الشخص نفسه، بحط له يا شباب apostrophe s علشان اقول ان الحاجة اللي بعده دي بتاعته، ملكه. ماشي؟ نشوف اللي بعد كده. امتى نحط apostrophe بس من غير الاس؟ لما تكون الكلمة جمع او بمعنى اصح اخرها اس، عشان قلنا اس احنا كده. يعني احنا هنقول مثلا the house of the boys، البيت بتاع الولاد، وانا عايزه احط apostrophe s او apostrophe بس على حسب الحاجه اللي بيطلبها مني. تمام؟ فين هنا صاحب الشيء؟ boys، the boys، the boys sorry the boys. تمام؟ مين هو صاحب الحاجة؟ الولاد، وعلشان آخرها اس بحط apostrophe بس، تبقى the boys ورحت حاطة apostrophe بس، ما حطيتش اس تاني. دي الاس دي بتاعت أصلا اس الملكية، ماليش دعوة بيها. the boys house.
بيت الولاد. لو انت لاحظت برضه ان انا شلت the boys of the house، لا the boys house، بيت الاولاد. ماشي، يبقى احنا كده اخدنا of واخدنا apostrophe s واخدنا اس. بس حاجه كمان عايزه اقول لك عليها وملاحظه مهمه، ان apostrophe s او s اي حاجه من الحمادات دول ما بتتحطش للجماد، لا للجماد. ما ينفعش اقول لك ده English apostrophe s كده وبوك، غلط غلط. ممكن ان انا استخدم بقى لو انا عايزه اقول ملكيه بقى في حاجه جماد تبقى of. تمام، of. يعني مثلا هقول the table has broken legs. الترابيزة عندها رجلين مكسورة، هي مش رجل واحدة، هي أرجل كتير. تمام تمام، هتبقى إيه؟ وبيقول لي حطي of the table. هتبقى إيه؟ the legs، الرجول بتاعة الترابيزة. the legs of the table، رجول الترابيزة مالها يا ولاد؟ has broken، متكسرة. أنا مغيرتش زمن على فكرة، هي زي ما هي. تمام كده؟ the legs of the table has broken، الرجول بتاعة الترابيزة متكسرة. هو أنا عملت إيه؟ قلت إن رجول الترابيزة، طبعا مش هينفع أحط ولا أبوستروفي اس ولا أبوستروفي بس، أمال هعمل إيه؟ طب أثبت حقها إزاي يا ولاد في المحكمة؟ لا، نثبت حقها بأز. اتفقنا كده؟ حاجة كمان، في عندي كلمة مش فاكرة بصراحة كنا خدناها عندكم ولا أنا شرحتها، بس مش فاكرة شرحتها فين في أي سنة عشان المنهج كلها زي بعض. كلمة اسمها belong to، معناها ينتمي إلى. خلاص، ما بيتحطش قبلها verb to be ولا أي بتنجان، طالما هي موجودة هي سيدة الموقف. تمام، بمعنى أصح إن طالما موجودة ما بحطش قبلها verb to be. يعني هقول this book، الكتاب ده belongs to أحمد. تمام، الكتاب ده belongs to يعني ينتمي إلى أحمد، وأنا عايزة هحلها مرة بأف ومرة بأبوستروفي اس. تعالى كده نشوف هتتحل ازاي. هنكتبها هنا تاني، this book belongs to أحمد. تمام، هقول أول واحدة book book of أحمد. تمام، كتاب أحمد. حاجة كمان هقول apostrophe s بقى تبقى أحمد، أحط له apostrophe s كده. ها، أحمد's إيه؟ أحمد's إيه؟ book، كتاب أحمد. بس طبعا مش هتبقى كده، يعني هوريها لك إزاي. هتبقى this is أحمد's book، ده كتاب أحمد، ده كتاب أحمد. خلاص، طب انت ليه عملتي كده يا حنين؟ طبعا احنا شلنا belong to، صح؟ طب طالما انا شلت belong to يبقى انا براحتي بقى احط ايه؟ verb to be، تبقى this is ده كتاب أحمد. فهمت كده يا جميل؟ يلا نحل. تمام، شوف نمبر 1 هنا بتقول ايه؟ this bag belongs to my sister، الشنطة دي بتاعت أختي. وهنا بيقول لي my sisters، my sisters يعني بتاعتها. خلاص، طبعا أنا كده كده هشيل belong to، فأنا لو شلت belong to يا شباب فأنا أحط is عادي، هتبقى this is
my sister's bag. شنطة أختي. دي شنطة أختي. طبعا حطيت is علشان أختي اللي بعدها مفرد طبعا. تمام. this is وعشان this طبعا. this is my sister's bag. تمام. نشوف اللي بعد كده. احنا لسه حالين ده اللي هو number 2. نشوف number 3. the tail of the dog is long. ايه ده؟ الديل بتاع الكلب طويل. ماشي. طب وبيقول لي هنا dogs. مش انت حنين قايله من شويه ان الجماد ما ينفعش نحط فيه apostrophe s؟ انا قايله لك الجماد هو dog. ده جماد. ركز كده يا حبيبي. هو بيتحرك ولا بياكل وبيشرب وبيتنفس وبيتحرك وبيحس ولا لا؟ طيب يبقى ده مش جماد عشان بس ما تخلطش بينه وبين الجماد. تمام. يلا نشوف اللي بعدها. the tail of the dog is long. يبقى ايه؟ وهنا بيقولي dog's tail بقى. يبقى the dog's. نسيت احط لك. yes. the dog's tail. ماله يا عم؟ ماله ديل الكلب؟ ماله is long. ماشي. تمام. بيقول لي هنا نادرز وعملها لي كبيره كده وحلوه. هنا بيقول لي بقى ايه؟ ما عشان خاطر يعني احطها في الاول. نادر owns this bike. نادر عنده او بيملك البتاعه دي، البايك دي، الدراجه دي. هتبقى نادر's بايك بس. نادر's بايك. هو طبعا لما حطها لي كبيره كده مش معنى كده ان هو بيخوفني، معنى كده ان هو بيقول لي لو سمحتي حطيها في الاول. ماشي. وممكن ساعتها نكتبها ازاي؟ هنقول this is نادر's bike. دي الدراجة بتاعت نادر. ماشي. this is نادر's bike. نشوف بعد كده the children's. ايه يا حنين؟ انتي مش قايله يا حنين ان الجمع ما بيتحطلوش اس؟ يا حبيبي بس انا اقول لو تفتكر قلت لك الكلمه اللي اخرها اس نحط apostrophe بس. واقفل بقك على كده. الكلمه اخرها اس نحط apostrophe بس. تمام. بعد كده قلت لك اللي هي زي الجمع. ماشي. the children's الأولاد. the toys of the children يعني اللعب بتاعة الولاد are in the living room. موجودة فين؟ في قلب living room. هتبقى ايه؟ the children's toys. the children's toys. لعب الأولاد. معلش يا حنين هي مش تويس دي اخرها اس؟ ما هو بيستعبط حاططها لي كده عشان انا اتلخبط يا حبيبي. الابوستروفي اس او الابوستروفي بس بحطها لمين؟ للشخص اللي بيملك. صح؟ صاحب الشيء. هنا صاحب الشيء مين؟ children. مش التويس، مش اللعب هي اللي صاحبة العيال، لا العيال هم اللي اصحاب اللعب. the children's toys مالهم are in the living room. تمام. ماشي كده. طبعا حلينا كتير ويلا بينا نكمل. يلا يا صديقي هنكمل مع بعض بإذن الله. هنا بيقول لي choose. ايه هنا is a sauce. طبعا انا عرفناه من غير ما نتكلم عليه. تمام. made from sesame seeds. ايه هو؟ طحينة طبعا، طحيني. to get the adjective. لو انا عايزة اجيب الادجكتيف من كلمة health هتبقى ايه؟ healthy. the words tasty. ركز لان احنا طبعا خدنا الجزء ده. tasty و delicious الاتنين دول ايه؟ زي بعض ولا عكس بعض؟ برافو عليك. synonyms. مروة بص والله العظيم انا ما شفت الاسئله دي، بس انا يعني زي ما قلت لك من شويه هو لما بيديني الدرس بيديهولي علشان خاطر ناخد المعلومه كذا وكذا وكذا. makes. تمام. شوف اللي بعدها. مروة is talking about her daily routine.
and her family's chores. Every morning she ايه هنا her bed احنا قلنا ايه فين makes one at 7 and then gets ready for school. After classes she comes home and ايه هنا بقى بتعمل ايه with some housework. فين بتعمل ايه helps بتساعد طبعا هي واخوها. After classes لا احنا قلناها دي خلاص with some housework so the home stays tidy. Her brother نادر أخوها نادر بيعمل إيه في الأطباق؟ washes the dishes. Later Marwa does her exercises. Number 4. بعد كده عندك بقى healthy food is very important for our bodies. It helps us grow strong and stay active. Healthy food includes fruits, vegetables, milk, eggs, and fish. These foods give us vitamins and energy. Eating healthy food helps us think better at school. It also keeps our hearts and bones strong. We should drink enough water every day. We should not eat too much fast food or sweets. Fast food can make us tired and sick. When we eat healthy food, we feel happy and full of energy. Healthy food helps us live a better and longer life. تمام؟ تمام. لما نشوف كده مع بعض بيقول لي كلمة healthy عكسها ايه يا جميل؟ unhealthy طبعا. We should not ما ينفعش eat too much fast food or eat sweets. طيب هنا بيكلمني بيقول لي give a suitable title. طبعا سهل جدا healthy food. وانا هكتبها فوق ليه healthy food لان هو طبعا هنا ما بيكلمنيش غير على النقطة دي. name two healthy foods from the text. قول لي حاجتين من الهيلثي فود من قلب التكست. تمام حاجات كتيرة جدا ده لسه مديني. بص بقى healthy food includes fruits vegetables مثلا fruits and vegetables. الإجابة دي number 4. آخر حاجة how do you think eating healthy food helps us at school. بتساعدنا في المدرسة ازاي في المدرسة eating healthy food helps us think better at school. ودي الإجابة number 5. أنا رايحة فين؟ This car ركز كده يا جميل belongs to علي. العربية دي بتاعت علي تبقى ايه؟ This is برافو عليك طالما لقيت this يبقى احط is على طول. This is علي واحط له طبعا apostrophe s علي's car. اللي بعد كده dogs مش dogs يعني كلاب dogs اللي هي حاجة الكلب يعني. The dog الكلب has a brown tail عنده ديل لونه بني يبقى ديل الكلب ماله brown تبقى the dog's tail is brown. بجد أيوة عشان هنا بتكلم عن التيل بتاع الكلب مش هنقول has brown لأن has هنا يقصد بيها has دي للكلب يملك ديل لكن هنا بنتكلم اللي هو is brown. تمام نشوف بعد كده this is Sarah's bag دي شنطة سارة وبيقول لي هنا حطي of تبقى ايه this is the bag of Sarah. نشوف اللي بعدها this village has a canal. الفيلج دي عندها قناة canal وبيقول لي هنا of تبقى ايه the canal of the village.
القناة بتاعة الفالج. تمام، نشوف اللي بعد كده. طبعا زي ما قلت لك قبل كده كذا مرة ان الديالوج اهم حاجة السطر الاولاني ده. إيهاب and وائل are talking about their favorite food. تمام، عارفين. Hi وائل, what is your favorite food؟ ايه هو طعامك المفضل؟ فقال له my favorite food is مش عارف، وبعد كده راح قايل له برضو سؤال، قال له do you like فلافل؟ يبقى هو بيحب ايه يا جماعة؟ الفلافل. ما هو انت ما تتسرعش في الإجابة، ها؟ فهنا هيقول له بقى why، ليه انت بتحب الفلافل؟ طب هو انا ليه سألت بواي؟ عشان الإجابة عندي هنا because it is very delicious. طيب، فإيهاب قال له where do you usually eat it؟ انت بتاكلها فين يا عم؟ هاكلها فين؟ هاكلها في البيت. I eat it at home. I like homemade food. أنا بحب الأكل بتاع البيت. قال له how، ايه هنا do you eat it؟ بتاكلها كل قد ايه؟ قال له I eat it every day. كل يوم. تبقى how ايه؟ هنا هتبقى how ايه يا شباب؟ how often، يعني كل قد ايه انت بتاكلها. فبيقول له باكلها كل يوم. تعالى نكتب بقى الباراجراف مع بعض ده بقى، نشوفه مع بعض. write a paragraph of 90 words، من 90 كلمة، بيتكلم على my favorite meal، وجبتي المفضلة. ماشي، تعالى كده لما نشوف ايه هي الوجبة المفضلة بالنسبة لك. مثلا انا هكتب ايه؟ بيتزا مثلا. هقول my favorite food is pizza. تمام، دي وجبتي المفضلة. بتحبيها ليه يا حنين؟ I love it because it is delicious. It is delicious. تمام؟ تمام، ادي اول جملة. هنقول مثلا ان ماما بتعملها في البيت. My mom makes it at home. ماما بتعملها في البيت. طيب، وايه تاني نقول بقى بتتعمل ازاي؟ الاول بتجيب الدقيق وبتخلطه مع بعض مع الملح مع اليست ديت اللي هي الخميرة وكده. she mixes flour, salt and yeast to make، عشان تعمل العجينة. the dough اللي هي العجينة، هناخدها في الدرس التاني إن شاء الله اللي بعد كده. بعد كده بتحط بقى التوماتو صوص في والكلام ده كله. بعد كده هنقول بقى she bakes it، بتخبزها يعني. she bakes it in the oven، اللي هو ايه ده؟ انا كاتبه خط وحش قوي، معلش يا جماعه، انا اسفه جدا. in the oven، بتحطها في الفرن. after 15 مثلا minutes it turns golden. يعني لونها بيكون ذهبي كده. خلاص، تقريبا كده خلصت كل حاجة عن البيتزا.
I love eating homemade pizza. بس كده. وكده يا سنة أولى احنا نكون خلصنا أول درس لينا. كده احنا خلصنا السيشن بتاعتنا النهارده يا صديقي، ويلا بينا بقى على الهوم ورك بتاعك. شايف الصفحة دي؟ بص كده عشان ما تجيش تقول لي انت ما عملتيناش هوم ورك يا حنين. صفحة 94 تمام 94. وفي صفحة تانية على فكرة، بس ثانية واحدة كده اهي page 90 91. تمام، يبقى الهوم ورك بتاعك page 90 page 91 page 94. اشوفك على خير، وان شاء الله احنا عندنا امتحان الاسبوع اللي جاي باذن الله في قلب الجروبات بتاعه مدرسه حنين التعليميه، واللي حابب يلتحق معانا يتفضل، لينك الجروبات موجود عند حضرتك في قلب صندوق الوصف. اشوفكم على خير، باي باي.